هما بس حاول حتى للمواطنين اللي ورجال الأعمال والمستثمرين من فضلكم وقفوا جنب بلدكم مصر. وقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس. 6 شهور بس. واحنا هتلاقي الامور ان شاء الله شهور، والامور هتتحسن باذن الله. 6 شهور اكيد. 6 شهور، في 6 شهور والامور هتتغير خالص باذن الله. لما رئيس الجمهوريه يقول اصبروا يا جماعه 6 شهور، وان شاء الله باذن الله يا ريس هنقضي 6 شهور. ده كلام كويس. استحملوا 6 شهور بس عشان خاطر استحملونا 6 اشهر، عشان خاطر البلد دي. 6 شهور عشان خاطر بلدكم. اصبروا علينا 6 شهور. هنصبر ال6 اشهر يا ريس عشان خاطرك. الحكايه محتاجه مننا 6 شهور. احنا بس كمصريين نصبر كده 6 اشهر، هنكون بدأنا نحقق احلام كتيره جدا مع بعض. وقفوا جنبه البلد دي 6 شهور بس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 6 شهور والاوضاع هتتغير. انا عايزه المصريين يستحملوا معايا 6 شهور. الاوضاع هتكون افضل. ورئيس قال اصبروا 6 شهور، نصبر 6 شهور. السيسي الان ادوا 6 شهور والامور هتبقى افضل. طبعا موافقين ونص كمان. في كلام ما برضاش اقوله عشان الشر واهله، عشان الشر واهله. خلي بالكم من اهل الشر. انا مش هقول تفاصيل لان التفاصيل خطيره جدا انها تتعرف بصراحه بقى. لو قلنا كل حاجه وترتيباتنا ايه وتخطيطنا ايه، اهل الشر هيزعلونا ويزعلونا. والله المفروض في كلام كتير ما اقولوش هنا على الراي على الملأ كده، لان اهل الشر 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 موجودين بينا. اهل الشر شر. اهل الشر بيتريقوا علينا. اهل الشر فجر، يعملوا اي حاجه. مش ناقص اقول لكم يعني ايه، اي حاجه في الاكل، في الشرب، في الجنس، في المخدرات، في الدعاره، في اي حاجه فجر. من فاكرين ومش هننسى فكره المؤامره. المؤامره زباله. مؤامره على مصر. المؤامره مستمره. ان ده تخطيط معمول لكم، مخطط. مش ما اقولش مؤامره، انما هو مخطط. في مخطط. يبقى البديل مش كل ما يقال في وسائل الاعلام دقيق. يقول لك الرئيس سايب اسكندريه وقاعد ايه الشغل ده؟ الاعلام ينتبه. وانا بقعد اتفرج على التلفزيون احيانا واشوف برامج اول الناس بتتكلم منفصله عن الواقع. عايزين يكون عندنا اعلام، مدرسه مصر في الاعلام. انا مستعد اجيب لكم الجرايد واجيب لكم القنوات. هقول لكم حاجه، انتوا بتضروا مصر جامد جدا من غير ما تقصدوا. منفصل عن الواقع وبتزيف وعي الناس، تزيف وعي التلفزيون. احنا مجرمين. الاعلام المصري هو احد الاسباب الرئيسيه في خراب مصر. عصر الاعلام الاسود. اؤمن من ان الاعلام هو سبب الفوضى. احنا الاعلام المصري مجرم. اعلام بيهد في البلد. الاعلام ده كله بره، مجرمين بره مش نافع. اعلام العار. انا لا اعلامي ولا يشرفني ان انا ابقى اعلامي. بدارة وبقول لكم ان انا مكسوف. وانا اسف ان انا بنتمي للاعلاميين. كلنا بنتعر. خجلان من مهنتي. عار علينا كلنا والله. فينا ناس اوسخ من الوساخ. وبعض الاعلاميين قبل ما بيتكلم الشيكات بتشتغل. كل دول بقول لهم كفايه جيوب انتفخت. يا اعلام ايه اللي فرعنك؟ قال لك ما لقيتش حد يلمني. الاعلام جزء من ادوات حروب الجيل الرابع. شك في عمرو اديب، شك في برنامج كل يوم، وشك في الاعلام المصري كله. هذا الاعلام هو اللعبه في يد الامريكان. الاعلام اوعى تصدق الاعلام بما فيهم انا. هم عارفين نفسهم كويس قوي. كل واحد فيهم عارف نفسه عليه ايه. الناس اللي تقعد طول الليل تروق وطول الليل يروحوا بر يني وبعدين يجوا ينظروا لنا. بعد ما يخلص الحلقه يروح يشرب ويسكي وخمره في الكازينوات ويرجع يقول لك فين الرز للناس. بما فيهم انا. وبطحته مش بطحه، ده رؤوسهم انا بقول اهو مفتوحه نصين قدام، انا قدامي اهو. وتروح تسكر لك كل يوم ب 50 60 الف ولا ب 20 30 الف يعني، وتاخد لك نسوان 2 نسوان. هشك بشك. مش عايز افتح، لان لو فتحت هعور ناس كتير. وبقول للاعلام تاني، وانا كلمته قبل الانتخاب قلت له لديك مسؤوليه عظيمه جدا جدا. الزعيم الراحل عبد الناصر كان محظوظ صحيح، لانه كان هو اللي بيتكلم. المعطيات اللي كانت مصاحبه لعبد الناصر مختلفه تماما عن المعطيات اللي صاحبه لرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس السيسي لما قال ان الرئيس عبد الناصر كان محظوظا باعلامه معه كل الحق. الرئيس عبد الناصر كان محظوظ انه كان عنده اعلام. ليس هناك اعلام كما كان الرئيس عبد الناصر، فضلا على ان اعلام عبد الناصر كان اذكى وافهم، وكان اعلام
قادر على اقناع الناس بكل القضايا، واعقل، كان اعلام قوي واقوى من الاعلام المصاحب للرئيس عبد الفتاح السيسي. فكان في عمليات حشد لاي رئيس حكم مصر من الاعلام. اي رئيس حكم مصر كان عنده ده الا الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك الاعلام كان بيشتغل وفق رؤيه الرئيس عبد الناصر، وعارف بيشتغل ايه، وقاعد مع الرئيس وبيسمع منه وبيترجم ده.